أحبتي اليوم نشتكي فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء، وكل واحد قاعد يفضفض للثاني، صح؟ ولين سجد؟ أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكلة مع السجود، وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في حياتك كلها. أحبتي ليش إذا شكينا للناس تلقى الواحد يطلع قلبه وهو يتكلم، لا شكل العزيز ساجد يرفع بسرعة، وحتى وهو ساجد بين يدي الله من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خذ الآية يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين. كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر هو يتكلم، أقسم بالله يا جماعة أنا يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي، وقال قصة ما نبي جايلها، لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي، قلت والله يا حبيبي لو أني ربك إني لأعطيك من بكائك ومن شكواك، لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني. لكن تقدر تكفح تحتها مليون خطأ. قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد، تقدر هالبكاء ذا ويطلع لله وانت ساجد لحالك، أقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا أخي، قال طيب وش توصيني عليه؟ قلت أوصيك بشيء واحد، لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه وتعالى. مسكر. بعدها بأسبوع اللي هو الخميس الجاي دق علي قال أنا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء، قال بقول لك بس كلمة تكفى ذكر فيها الناس، قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما قلتم. تنال السعادة والرشاد، تسقي حياتك راحة، تنجيك في يوم المعاد. قف للإله